في ناس بتتدخل في حياتك وكأنها صاحبة القرار، ينصحوا، يعلقوا، يحكموا، وأوقات يفرضوا رأيهم عليك وكأنك مش موجود. مرة يقولوا لك تشتغل إيه، ومرة ترتبط بمين، ومرة تلبس إيه وتروح فين. والمشكلة إنك لو فضلت ساكت هتلاقي نفسك بتعيش حياة هم اللي اختاروها مش أنت. بس الحقيقة إن مش كل حاجة ينفع الناس يكون لهم رأي فيها. في حاجات لازم تكون خط أحمر، لأن محدش فيهم هيتحاسب على قراراتك ولا هيتحمل نتائجها غيرك. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم: إيه أكتر الحاجات اللي لازم تحط تحتها خط وما ينفعش تسمح لحد يتدخل فيه؟ فصلي على النبي وجهز مشروبك، وانا برضو اروح اجهز مشروبي، ويلا بينا نعرف. تعرف ايه اصعب شعور ممكن الانسان يعيشه؟ اصعب شعور ممكن الانسان يعيشه هو انه يصحى في يوم يكتشف انه لابس لبس مش بتاعه، وماشي في طريق مش هو اللي اختاره، لمجرد انه حب يرضي الناس او خاف من كلامهم. علشان كده اول خط احمر لازم ترسمه بوضوح هو مفاتيح حياتك الشخصية. خليني احكي لكم موقف بسيط بنشوفه في حياتنا. تخيل واحد صاحبك قرر يسيب وظيفة مستقرة علشان يفتح مشروع هو بيحبه. هتلاقي سيل من الجمل عليه: يا ابني انت مجنون، ضيعت شهادتك، الناس هتقول علينا ايه. الناس هنا بتبص للنتائج من بره، بس محدش فيهم بيحس بخنقة صاحبك وهو رايح شغل مش طايقه، ولا حد فيهم هيشيل عنه احباطه لو فشل في طريق وهم اللي اجبروه عليه. السر هنا بسيط: رأي الناس عام زي الخريطة، ممكن تبص فيها تستفيد منها بمعلومة، تعرف منها طريق مختصر، بس في الاخر انت السواق وانت اللي عارف عربيتك هتقدر تمشي في انهي طريق. لما تختار تخصصك الدراسي او تقرر تغير كارير شغلك او حتى تختار شريك حياتك، اسمع للنصيحة بأدب، بس خد القرار بقناعة. لأنك ببساطة لو مشيت ورا كلامهم ووقعت، هم هينفضوا إيديهم ويقولوا لك أنت اللي ما خدتش بالك. لكن لو وقعت وأنت ماشي في طريقك أنت، على الأقل هتقوم وأنت عارف إنك اتعلمت درس يخصك أنت. بس خليني أقول لك إن القرارات العملية في الشغل والدراسة رغم أهميتها إلا إن في حاجة تانية أنعم وأخطر بكتير، حاجة لو حد غريب دخل إيده فيها ممكن يبهدل لك ميزان حياتك كله، والحاجة دي هي دايرتك القريبة. تعرف القلوب دي زي البيوت، محدش يعرف تفاصيل اللي جوه البيت غير اللي ساكن فيه. تخيل معايا كده واحد معاه صاحب جدع جدا، سنده في أزمة وشال وقت الشدة، بس الشخص ده ستايله مش عاجب الناس اللي برا، أو طريقته مش ماشية مع برستيج العيلة، فتلاقي الهجوم بدأ: يا ابني انت ايه اللي مقعدك مع ده مش من مستواك، ابعد عنه وشوف حد ينفعك. الناس هنا بتشوف القشرة بس انت اللي بتعيش العشرة. هما مش معاك في اللحظة اللي الشخص ده جبر فيها بخاطرك وانت مكسور، ولا شافوا لمعة عينك وانت مبسوط مع حد بتحبه. هم بس شايفين صورة من بعيد وعايزين يعدلوا عليها بأقلامهم. علشان كده خليك فاكر: اسمع نصيحة اللي بيحبك، بس قفل باب بيتك اللي هو قلبك ما يمسكوش غيرك، لأنك انت اللي هتبات جوا، يا مرتاح يا موجوع. وزي ما قفلنا باب القلب علشان محدش يدخل يكركبه، في مساحة تانية صغيرة الناس بتفتكر إن من حقها تعدل فيها العفش وتغير فيها الألوان، وهي تفاصيل يومك وأسلوب حياتك. أحيانا بنحس إننا عايشين في سكة مرسومة والناس واقفة على الجنب، كل ما نحاول نلف أو نخرج عنها يشدونا ويرجعونا لنفس الطريق اللي هم شايفينه صح. تخيل لو أنت كائن ليلي، هدوءك وتركيزك وإبداعك ما بيظهروش غير والناس نايمة. تلاقي اللي يقولك: يا ابني حرام عليك، النوم الصبح ده للكسلانين، رغم انك في السهر ده ممكن تكون بتنجز اللي هم ما بيعملوهوش في اسبوع. او حتى في طريقة لبسك تختار حاجة مريحة لروحك، فتسمع اللي يقول لك: ايه اللي انت لابسه ده مش لايق على مقامك. السر اللي لازم تعرفه هنا ان الشخص اللي بيحاول يغير تفاصيلك الصغيرة دي هو غالبا مش شايفك انت، هو شايف لوحة رسمها في خياله وعايزك تبقى مجرد لون فيها. هو بيحب صورته عنك مش بيحب حقيقتك انت. بس استنى، هنا لازم نفرق بين نوعين من الناس. في حد بينصحك علشان خايف عليك بجد، زي مثلا صاحبك اللي يقول لك نظم نومك علشان صحتك بدأت تتأثر، ده بيحبك انت. وفي حد بينصحك علشان منظره هو، زي اللي يقول لك غير لبسك علشان شكلي وشكلك قدام الناس، ده بيحب نفسه هو. يا صديقي، انت مش نسخة كربونية من توقعات حد. راحتك في فنجان قهوتك، في مواعيد شغلك، في ضحكتك العفوية، دي بصمتك اللي بتميزك. اللي بيحبك بجد هيحبك بكركبتك قبل نظامك وبتلقائيتك قبل رسمياتك. بس خد بالك، لو كانت تفاصيل يومنا هي البيت اللي بنرتاح فيه، ففي حاجة تانية هي السما اللي بنطير فيها. حاجة لو سمحت لحد يكسر جناحاتك فيها عمرك ما هتعرف طعم الحرية، والحاجة دي هي أحلامك وطموحاتك.
الحلم يا صديقي مش مجرد فكرة بتجيلك وانت نايم، ده البنزين اللي بيخليك تقوم كل يوم وانت عندك طاقة تواجه الدنيا. تخيل واحد نفسه يبدأ مشروعه الخاص أو يتعلم مهارة جديدة تماما بعيدة عن دراسته، أول ما يبدأ يتكلم يلاقي جيش المحبطين جاهز. يا عم خليك في المضمون، اللي قبلك حاولوا وفشلوا، انت فاكر نفسك مين؟ الناس دي للأسف بيحاولوا يدفنوك في مقبرة خوفهم، هم مش شايفين الصورة اللي انت راسمها في خيالك ولا حاسين بالنار اللي جواك، وهم بيشوفوا الحلم من بره مستحيل بس انت شايفه من جوه مستقبل. زي بالظبط الشاب اللي كان عنده شغف في برمجة الألعاب أو الجرافيك ديزاين، والكل ضغط عليه علشان يدخل كلية تانية لمجرد إن اسمها كفيل يشرف العيلة. النتيجة إننا كسبنا دكتور أو مهندس بالاسم بس خسرنا مبدع كان ممكن يوصل للعالمية من ورا شاشة كمبيوتر في أوضته. خسرنا واحد كان ممكن ينجح وهو مستمتع مش وهو مجبور. الحقيقة المرة إنك لو سمعت كلامه وفشلت هيقولوا لك أنت اللي ما كنتش قدها، ولو نجحت هتلاقيهم أول ناس بيوقفوا يتصوروا معك. علشان كده خلي حلمك منطقة محظورة، اسمع لنصيحة الخبير اللي طورك لكن اقفل ودنك عن المحبط اللي عايز يرجعك لورا. ده حلمك انت، وانت بس اللي هتدفع ثمن المحاولة، وانت اللي هتدوق حلاوة الوصول. فبالله عليك ما تخليش حد يطفي النور اللي جواك. وبعد كل الكلام ده عن الأحلام والعلاقات، في أرض تانية جوانا، أرض ناعمة وهشة جدا. الأرض دي لو سمحت للناس تدوس عليها بجزمة الفضول حتبور ومش هتطرح غير وجع. والأرض دي هي مساحتك النفسية. الحقيقة إننا مش طول الوقت أبطال خارقين، أحيانا بنمر بلحظات بنكون فيها محتاجين بس إننا نسكت، نقعد مع نفسنا، نرمم اللي اتكسر جوانا بعيدا عن الأضواء. بس للأسف دايما فيه الشخص المقتحم، الشخص اللي فاكر إن قربه منك بيديله تصريح دخول لغرفة أسرارك في أي وقت. تخيل تكون خارج من تجربة صعبة جدا أو بتمر بفترة ضغط نفسي وتلاقي واحد بيسألك بدم بارد أنت ليه لسه ما وصلتش اللي أنت عايزه، أو أنت ليه شكلك مهموم كده. الشخص ده بيسمي ده اهتمام بس الحقيقة هو بيعمل اقتحام. السر هنا بسيط جدا، اللي بيعزك بجد هو اللي يعرف يحترم سكونك قبل كلامك، هو اللي لو شافك قافل بابك يطمن عليك بكلمة حنينة من برا، مش يحاول يكسر الباب علشان يرضي فضوله. تعرف النفسية دي عاملة زي البيت، من حقك تختار مين يدخل الصالون ومين يدخل المطبخ ومين ممنوع أصلا يعدي العتبة. كلمة مش عايز أتكلم أو ده موضوع شخصي مش قلة ذوق، دي صحة نفسية. في الآخر يا صديقي حافظ على مساحتك دي بكل قوة، لأن اللي هيقتحم حدودك النفسية من غير استئذان هو أول واحد هينفض إيده ويمشي لو لقاك اتكسرت. خليك أنت الحارس على سلامك النفسي. وقبل ما نسيب بعض والحديث يخلص، خليني أوشوشك بثلاث أفخاخ ممكن تقع فيهم وانت مش واخد بالك وتدفع ثمنهم من راحتك وسلامك النفسي. الفخ الأول فخ الكسوف الهدام. عارف لما حد يتدخل في خصوصياتك بزيادة وتلاقي نفسك ساكت علشان مكسوف تحرجه أو خايف يتقال عليك قليل الذوق؟ هو ده الكسوف الهدام. تخيل واحد جاره كل شوية يسأله مرتبك كام أو هتتجوز إمتى وهو يبتسم ويسكت. السكوت ده مش احترام للغير، ده ظلم نفسك. يا صديقي احترامك للناس بيبدأ من احترامك لحدودك. اللي بيحبك مش هيزعل لو قلت له بوضوح معلش، ده موضوع شخصي. اما الفخ التاني بقى هو فخ انا اكيد غلطان وهو صح. ساعات بنسلم مفاتيح قراراتنا لغيرنا لمجرد اننا شايفين نفسنا صغيرين، زي اللي يسأل حد عن مشروع حلمه فيرد التاني باحباط فيصدقه ويموت حلمه لمجرد انه فاكر انه الشخص اللي سأله فاهم اكتر. الحقيقة مفيش حد فاهم قلبك وقدراتك اكتر منك. لو فضلت تشك في خطواتك هتفضل واقف مكانك حتى لو كل الناس شاوروا لك على الطريق. اما الفخ الثالث بقى وده اختارهم، وهو فخ البطولة الزائفة، وده انك تعيش حياتك علشان ترضي الجمهور وتكون قد التوقعات، تلبس اللي يعجبهم وتختار المهنة اللي تشرفهم قدام الناس، وفي الاخر بتكتشف انك بقيت ممثل شاطر في مسرحية هم اللي الفوها بس نسيت تعيش حقيقتك انت. يا صديقي الناس ممكن تسقف لك لأدائك بس محدش هيطبطب على وجعك لو فشلت في حياة مش بتاعتك. انت مش جاي الدنيا دي علشان تعيش دور، انت جاي علشان تعيش حياتك. في النهاية يا صديقي خليني أقول لك الحقيقة اللي لازم تفضل محفورة ببالك. في حاجات في الدنيا دي اتخلقت علشان تفضل ملكك أنت وبس، رأيك اللي بعبر عن فكرك، قراراتك اللي بتبني مستقبلك، خصوصيتك اللي هي حصنك، وحتى مساحتك النفسية اللي بترتاح فيها من دوشة العالم. كل دي حاجات أمانة في رقبتك أنت ومحدش ليه حق يمد إيده فيها غيرك. وفي فرق لازم تعرفه، اللي بيحبك بجد مش هيدخل حياتك علشان يلغيك أو يفرض نفسه عليك، بالعكس هو هيكون زي المراية اللي
توريك جمالك، أو حيكون السند اللي يساعدك تكون النسخة الأحسن من نفسك، بس بشروطك أنت مش بشروطه هو. وقبل ما نقفل الحديث ده عايزك تسأل نفسك سؤال واحد، والسؤال ده ممكن يكون هو البداية الجديدة لحياتك. يا ترى أنا بعيش حياتي اللي أنا عايزها ولا بعيش النسخة اللي الناس رسمتها لي؟ صدقني في اللحظة اللي هتلاقي فيها الإجابة وتملك فيها شجاعة إنك ترسم حدودك، وقتها بس هتحس إنك بدأت تعيش بجد. وبس كده، متنساش بقى حبشت قناتك لايكك وشيرك واشتراكك ويعني أي حاجة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم. الناس اللي بتسأل، أنت قلت في أول الفيديو يعني هجهز مشروبي معاكم، هو أنت ليه ما جهزتش المشروب؟ لا، مين قال لك؟ أنا جهزت المشروب ثانية. ما